السلام عليكم حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوال جيده يا ربي، وصحيحاتكم لاباس ان شاء الله. المهم عارفه راسي غبرت عليكم بزاف، ماشي غير شويه. واقيلا ما عرفتش شهرين ونص تقريبا، ولكن الله العظيم ماشي لخاطري. المهم فيها بزاف ديال الحاجات دازت شهرين ونص، فيها مرض، مشيت المغرب، المهم بزاف د الحوايج اللي دازوا. واهم حاجه اللي دازت من هذا الشيء، المهم كنت مريضه بزاف صراحه، كنت حامله وهذا، وتوقف لي النمو ديال الجنين، ما كنتش عارفه، وحتى مشيت درت كونترول ولقيت بان الجنين توقف، ما بقاش كيتزاد. ايوا بلا ما نعاود لكم، المهم معنا ترى راكم عارفين. المهم حبوباتي نكمل لكم سمحيه الطاليه. صراحه ما كنت ما زعما تصدمت بزاف، حيت هذا الحمل الثالث ليا اللي توقف ليا النمو ديالو، سمحوا لي الصداع. قلت لكم هذا الحمل الثالث ليا اللي توقف لي النمو، ما كنتش صراحه عارفه السبب. المهم داروا لي التحاليل وكل شيء، ما تيخرج حتى حاجه في التحاليل، قال لك نورمال عادي ما كاين والو، وصافي. هي هذيك مشيت للمغرب، مشيت نورمال، ما كاين حتى شي حاجه، ما تنحس لا بوجع، لا ما فيها حتى شي حاجه، لا دم لا حتى شي حاجه ما تنزل مني، نورمال عادي. مشيت ندير كونترول عادي. كما قلت لكم حبيباتي، صراحه كانت صدمه بالنسبه لي، حيت قلت لك ما كنت نحس حتى شي حاجه، كون يعني ما مشيتش درت كونترول ولا بقيت معطله، يعني غيبقى ميت ليا في كرشي وانا ما عارفاش. المهم من هذا المنبر كنصح اي بنت حامله ما تبقاش تقول لا بحال عندي شهرين، بحال عندي شهر ونص ولا شهرين ولا 3 شهور ولا هذا، يعني ضروري ما ديري كونترول، ما تعرفيش شنو. انا قلت لكم ما كنحس حتى شي حاجه، لا وجع لا دم، فيا والو، نورمال. المهم ما عنينا، مشيت درت تحاليل، المهم عطاوني تحاليل كثار، المهم ديال الغده الدرقيه، ديال القلب، هشاشات العظام، بزاف د الحاجات. المهم باش واحد الشكو باش تعرف شنو السبب اللي خلى سميتو. المهم السبب اللي لقات لي زعما ما كانش كاع يطيح في البال، بان لقات لي السكر طالع. هو تيكون هو ملي تنحمل تيجينا السكر تيطلع ليا، هو اللي تيخلي الجنين ما تيبقاش ينمو، ما تيبقاش يتزاد. وانا ما كنتش عارفه، وحتى التحاليل الاولين اللي داروا لي وهذا ما تيخرج لي ما عندي حتى شي حاجه. وهادشي اللي كاين حبوباتي، والحمد لله على اي حال. نتمنى من ربي يعوض اي بنت محرومه، والله يسهل على الجميع يا ربي. المهم الغزالات ديالي ما نطولش عليكم، برك عندنا من الاحزان. المهم كملوا معايا الفيديو، ان شاء الله تعجبكم لا فيديو. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، ما تنساوش كيف العاده تابوناو في لاشين، ولاول مره يدخل القناه ديالي اعمل لايك وابوني، وشكرا بزاف حبوباتي على المتابعه ديالكم. وانا حبوباتي فاش نقاد الدفيرات ديالي، المهم راه كتهضر بشي نيه ما عرفتش اش كتقول. واش كتعاير ولا شنو كتقول، الله اعلم. هنا يا حبوباتي كملت لي الضفيرات ديالي، قولوا كي جاكم. وهي فراتين راسنا بالضفيرات هادو. وانا حبوباتي كنجمعوا في الحوايج ديالنا والتقديه. راكم عارفين المغرب، يبان لكم تما تيدو. المهم بزاف ديال الحوايج، راك عارف الانسان تكون نازل المغرب ضروري ما يتقداو. المهم حبوباتي هنا شدينا الطريق باش نمشيو للباطو. المهم باقي عليه واحد الساعه، حطينا الطوموبيل صافي، مشينا باش ناخذ باش نتعشاو. راكم عارفين الصراحه الماكله تاع الباطو انا ما كتعجبنيش الصراحه، ما كاينش شي حاجه اللي زوينه. واحد المرقه حالتها وشي تخربيق وشي كسكسو، ما عرفتش كيفاش درت داكشي. المهم صراحه ما فيه ما يتكل، انا ما عجبنيش. المهم قلنا ناخذ شي حاجه، وديت معايا على حساب الغدا طيبت الدجاج المهم خربقت شويه شويه وصافي. عارفه عندنا يومين ديال الباطو، نركبوا من برشلونه حتى لطنجة ميد، عندنا تقريبا يومين. المهم جينا هنايا باش نتعشاو. هاد البلاصه في الرامبلا برشلونه، في الرامبلا سميتو اسطنبول. صراحه داكشي غزال بزاف بزاف تركي، الصراحه داكشي الماكله ديال تركيا غزاله بزاف. وهنا حبوباتي جينا باش نشدو النوبه. صافي هنايا بدينا ندخلو للباطو، تقريبا دابا في الساعه تكون شي 7:30 هكاك ولا 8، وبقات لي شي نص ساعه تقريبا هكاك ويزيد.
عرفتوا البنات البرد كيطير بزاف صراحه، ما قدرناش نبقاو على برا. ودابا بدات السهره ديال السهره محيحين صراحه، السهره غرزاله بزاف بزاف، المهم بنادم موانس، ومهم الصراحه غير الجو ديال الباطو زوين، والناس من كل بلاصه، اللي جايين من بلجيكا، فرنسا، طاليان، اسبانيا، المهم مخلطه الدعوه. انا والله ما ضلي نلقاها حتى اتسطحت فيها، ومن نهار شفتيني سوليني واش نبغيها، سي نورمال نموت عليها. حتى لقيت اللي تبغيني عاد جاية تسولي فيا، ملي كنت انا وحدي فين كنتي وانتيا، امضي معايا كاملين كاع حبابنا وكاع المعشوقين وكاع واحد واحد. تا واحد ما عنده اللي كتبغي زعما كلكم سيكسي، يلا عاودوا معايا. ولا بخاطر عافونا حتى لقيت اللي تبغي عاشت تولي فيها، كنت انا وحدي بيدي وفيها، وانا حبوباتي غادي نقول لكم صباح النور. هنايا صباح الصباح، بس تقريبا تكون شي 7:30 ولا 8. كنت فايقه بكري، كيكون الصباح كنعرف الدراري الصغار ولا الخراج وهذا. المهم حركتنا الجو مازال باقي مبانش الشميشه، باقي مغمم مغيام. دابا بغيت نفطر ومن بعد الساعه نخرجوا نجيبو شي دوره برا ونشوفو الداير. صباح الجو غزال الصراحه، مشمشه هاديه والحال دافي، يعني ما كاينش داك البرد بحال بالليل، صراحه زوين بزاف. والصراحه مريح الباطو، حسن ما كان نمشي الطريق وهذا يومين ديال الطريق صراحه صعيب بزاف لما نحس مسخسخ. الباطو غزال صراحه. حاجه وحده اللي ما عجبتنيش هي سيرفيس ديال التواليت، هما اللي صراحه ما منقينش داكشي. ما فهمتش انايا علاش واش ما كاينينش لي فام ميناج ولا. مهم كلشي زوين كلشي غزال، الباطو نقي بالحق لا تواليت حتى الغد اللي عاد حطوا دوك لي برودوي والتخربيق وهذا. هذيك هي اللي صراحه الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش. وانا
فوالا يا حبوباتي، وصل وقيته ديال الغدا. المهم انا قلت لكم جايبه معايا طيبت الدجاجه ديالي، ومهم كافي السقطه وخيبقات وهذا والعصير خدينا غير سلطه ولي فريت. عرفتي اثمنه الصراحه الماكله عندهم ناقصه بزاف بزاف، والمشكل الطاليان اللي ما عرفنا واش داكشي حلال ولا حرام، والماكله ما لذيذاش. خدينا غير سلطه وخدينا لي فريت وصافي هادشي اللي خدينا الصراحه، وانا كنت خديت معايا الماكله. المهم حبوباتي دابا وصلنا للقنيطره، وغادي تقريبا دابا تكون 8 ديال الصباح، مازال ما بانش الحال، ولكن وصلنا باللي مع 1:30 بالحق ما قدرتش نشدو الطريق، حيت الضبابه كاينه في قنيطره، ما شديناش الطريق الصراحه بكري. بقينا حتى تسرحنا شويه وعاد شدينا الطريق. دابا غادي عند لوستي، غادي نتسرحوا شويه ان شاء الله، واحد اليومين ولا 3 عاد غادي نكملوا بلي من الليل ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو اخر. شكرا بزاف حبوباتي على المتابعه ديالكم، وما تنساوش ابوني وجيم، وشكرا بزاف حبوباتي.